السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعلكم هادي ونهدي كل خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، احنا دلوقتي الدنيا مره بتمطر، مش قادره اقول لكم مطر يعني الناس اللي عايشين في اسكندريه هنا وبيتابعوني هيبقوا عارفين الكلام ده. فالاستاذ بودي قال لنا انا نفسي في العزبان مع حته لحمه كده مع حبه شوربه. قلت له ماشي، عشان هو يعتبر اطفس واحد في البيت، بس يلا مش مشكله، احنا كلنا عامه بنحب العزبان. قبل ما اقول لكم اي حاجه، يا ريت تدعوا لاختي ربنا يشفيها كده ويخليها لاولادها يا رب. بصوا بقى، انا رحت جبت العزبان اهي مسكتها نضفتها وغسلتها وخليتها زي الفل، بس كنت ناسيه الطماطم والخضره. المهم جبت الطماطم وجبت الخضره، ولقيت الجزار كان لسه بيذبح، ورحت جبت الطماطم والخضره ورجعت كان خلص، رحت جايبه اللحمه وجايه. طلعت لقيتهم كلهم، وانا الشتا نزل على دماغي كله، وهم متغطيين بالبطاطين ومروقين الاناني وقاعدين قدام التلفزيون. فقلت يلا يا بت، توكلت على الله ودخلت على المطبخ. مسكت بقى الرز دوت، نقيته وغسلته وظبطته زي ما انتوا شايفين كده كتاكيت، والخضره برضو نقيتها وغسلتها وخرطتها، والعصبان مسكتها كنت غسلاها غسله زي الكتاب ما قال. وعملت الصلصه سبكتها، عشان احنا بنحب صراحه الصلصه بتاعه المحشي تكون مسبكه. في ناس مش بتحبها مسبكه وتعملها ني في ني، بس احنا في البيت عندنا لا. بصوا دي بقى ايه، فلفل وملح ومعلقه بهارات. انا بحب البهارات قوي في كل الاكل صراحه يعني. بس انا قلت لك عايزه المهم يا عيال، وادي بقى الخضره، واحنا برضو بنحب نكتر الخضره، بس احنا بنعمل العزبان بطريقه مختلفه شويه، فما تتفاجئوش من اللي انتوا هتشوفوه. ماشي كتاكيتي، اللي بيتابعني لحد اللحظه دي يا ريت تحط لايك وتعليق حلو ودعوه حلوه لاختي ربنا يشفيها، وتدعوا لي انا كمان، احسن انا ربنا عالم باللي جوايا والله. بصوا بقى الصلصه اهي كنت مسبكاها ومظبطاها، بس طبعا ما حبيتش اوريها لكم، قلت كلكم شاطرين وبتعرفوا تسبكوا الصلصه بتاعت المحشي، فمش محتاجين يعني، ماهيش كيمياء يعني. انما اللي جاي بقى هو اللي مختلف، لان في ناس بتعمل العزبان يعني بشكل كده غير اللي احنا بنعمله. ما علينا، العزبانيه بتكون كده عندنا يعني. ساعات يقولوا الفلاحين، احنا فلاحين، احنا عايشين في اسكندريه بس احنا فلاحين، ما نحبهاش صغيره. حتى ممكن يكونوا الصعايده برضو كده يعني، ممكن بسمع، انا ما اعرفش، بس الفلاحين لازم تبقى كده ايه، طويله شويه كده، تبقى محطوطه في الطبق كده ايه، ماليه مركزها. بصوا، وبحب انا اعملها كده عشان ما تفرقعش. شايفين؟ هروح عامله بقى ايه الكميه اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده ارجع لكم تاني عشان ما تملوش وتقولوا البيت دي رغايه. ما علينا. شايفين؟ ما تعرفوش دول خدوا معايا قد ايه؟ خدوا معايا ساعتين لما رقبتي اتلوحت. يلا مش مشكله، هما بره قاعدين مروقين الدنيا، وهنا بقى حطيت ميه وملح وفلفل ورقتين لورا وظبطتها. قلت عشان الايه العزبان يطلع كده متطعم. وحطيت بقى العزبان كده يا عيال، وما بحبش املاها عشان ما تفرقعش، زي ما انا واقفه كده هفرقع من جنابي من الغليسين اللي قاعدين بره، وانا واقفه في المطبخ ربنا اللي عالم بيا. الحاجه الوحيده بس اللي هي مريحاني شويه ان الدنيا ساقعه وبتمطر بره، وانا واقفه في الدفا، بس مش واقفه يعني واقفه قاعده، لا بشتغل. بصوا بقى، احنا عندنا هنا بنعمل الشوربه بتاعه اللحمه او البط، لازم نحط عليها طماطميتين كده تبقى شوربه حمراء. برضو كل الفلاحين عارفين الموضوع ده والصعايده، انما الناس اللي هي بتتابعني من دول تانية ديت معلومه جديده عليهم. احنا هنا بنحب الشوربه قوي قوي، خصوصا في الشتاء، شوربه لحمه، شوربه بط، شوربه جمبري، اي شوربه في الشتاء ادينا شوربه كلنا هتلاقينا يعني. مش قادره اقول لكم، احنا عشاق الشوربه، بحب الشوربه قوي. بصوا بقى، وادي الطاسه، وخليت السمنه قدحت جامد. شايفين العزبان بعد ما قعدت بقى كده وسلقتها؟ على فكره بتاخد وقت برضه، ولازم تكون على نار هاديه، بس طبعا انا ما حبيتش اطول معاكم عشان ما تملوش مني، زي ما انتم دلوقتي قاعدين مكفكفين. بس الناس اللي بتحب المحشي بقى، كل الناس بتحب المحشي في الشتاء، ماشي؟ عايزه تعملي بقى عزبان، كرنب، اي حاجه، وخلي الفيديو ده كده يشجعك كده، تقومي كده تتنشطي تعمليهم كده حله محشي. ولا عايزه تعملي بقى معاها فرخايه، بطايه، حته لحمه، انت وظروفك. الاكل الشتوي ده اي نعم بيسخن، بس بيبقى حلو.
زي المحشي والقلقاس والعدس والحاجات اللي زي دي انا بحبها قوي، اكلات شتويه ورغم انها بتتخن بس يلا مش مشكله. ما علينا يا عيال. العصبان بتفرقع في وشي معرفش ليه كده رغم ان انا حطيت نقرة ملح، بس بصوا طلع عامله ازاي. احنا بقى بنحبه حجمها كده عشان انا عارفه ان في ناس ممكن تشوفها تقول ايه ده دي كبيره قوي، احنا بنحب ناكلها كده. عشان مره واحده جت عندنا قالت لي ايه ده انت بتعملي العصبان زي السندوتش. احنا بنحبها كده. في ناس تانية بتعملها، انا امي بقى الله يرحمها كانت بتعمل العصبانيه كده متنيه زي الدايره، بس جيت اكل واحده معرفش مفيش الا دي بس اللي انتجت معايا والباقي كله معرفتش. ما علينا، المهم على الطعم يا عيال، المهم يا عيال على الطعم. اللي لسه بقى ما قامتش تعمل غداها كتاكيتي ونفسها في اكله محشي تتفرج على الفيديو ده وتقوم بقى تطبق عصبان ماشي، كرنب ماشي، اي حاجه. المهم كده حله محشي في الشتاء والمطر اللي نزل على دماغنا ده. احنا النهارده اسكندريه بحالها مش قادره اقول لكم، الجو قلب من بعد العصر، قلب لحد تاني يوم مش قادره اقول لكم. بس اللي مصبرني على الشقل في المطبخ ده ان انا متدفيه وانا واقفه كده يا عيال قدام البوتاجاز مش قادره اقول لكم متعه المتعه. لا وايه لسه بقى الباشا اهو هيفتح بالباب اللي جنب المطبخ وانا عارفه هيعمل ايه، بس انا هغرف له الطبق مقدم. ادي احلى طبق عصبان مع شويه شوربه بحتتين لحمه كده. الشوربه مش قادره اقول لكم، الشوربه الحمراء دي عندنا يعني حاجه مقدسه سواء لحمه او بط او فراخ. احلى طبق شوربه مع عصبان بقى الحته المحرمشه اللي قدام دي مش قادره اقول لكم، انا بموت فيها عامه. يعني انا بعد ما اخلص اول 2 هاكلهم دول. ربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده في المطر اللي احنا فيه ده. سلام يا كتاكيت.